اسمحولي عايز أعرفكم على حد دخل حياتي فجأة وقلب كل حاجة. انتوا شفتوها النهاردة، بس خلوني أعرفكم عليها. أنا مش عارف أبدأ منين. هي حكاية لو قلتها لكم يمكن تبان خيال، وأنا نفسي لحد دلوقتي مش مصدقها. فمش بطلب منكم التصديق، بطلب إنكم تسمعوا. في يوم وأنا في الشغل شفت بنت ماشية وسط الناس، مش ماشية، تايهة، وعينيها فيها خوف، بس مش خوف عادي. الخوف بتاع حد صحي من حلم ولقى نفسه في كابوس مش فاهمه. لبسها كان لبس فرعوني، مش شو، مش كاستيوم، حقيقي. تفاصيله أدق من إنه يكون معمول في ورشة. قلت خلاص، أكيد من فرقة الاستعراضات. لكن أول ما حاولت أكلمها، اللي حصل كان صادم. لا عربي ولا إنجليزي ولا حتى الفرنساوي اللي اتعلمته بالعافية. بس كان في حاجة، نبرة صوتها كانت نبرة حد بيستغيث، في حد محتاج مساعدة، حتى لو أنا مش فاهم ولا كلمة. تامر ست خان براع صارخته متحت كانت مرنب سي تيتيمت سارع نونوبة. جبت لها كرسي، كانت بتترعش. جبت لها تشرب، وصراحة أول ما شربت ما كانش عاجبها خالص، زي حد أول مرة يجرب عصير في حياته. بس بعد شوية بدأت تحبه، وبصت لي بشكر بسيط. ومن هنا بدأت أول شرارة ثقة. كانت بتتفرج على العروض مش بعين متفرج، بعين فنانة، بتحاول تحفظ كل تفصيلة، كل حركة رجل، كل حركة إيد، وكأنها بتتعلم من أول وجديد. المكان كان هيقفل وما كانش ينفع أسيبها. تيا أنا نور. تيا اسم جميل مشهور جدا عند جدودنا القدماء، مش موجود دلوقتي. نقولك يا تيا، أهلا يا تيا. ومن هنا القصة بدأت تتفك، كلمة من هنا، حركة من هنا، وبدأنا شوية بشوية نعلمها لغتنا، وهي بقت تفهمنا بسرعة. بس كلامها بالمصري كان مضحك جدا، وبرغم كده قدرت بطريقتها تحكي لي قصتها. قالت لي إنها كانت راقصة في قصر ملك قديم، محبوبة، موهوبة، والملك معجب بيها. وفي يوم شافت نور خارج من أوضة الكاهن الأكبر، نور وألوان ودخان ورمل بيتحرك زي ما يكون عايش. الفضول خدها إنها تقلد الكاهن وتشوف هيحصل إيه، بس واضح إنها رسمت الطلاسم غلط، لأن اللي حصل معاها كان مختلف تماماً. ولقت نفسها فجأة في كالتشرال كافيه. هي مقتنعة إنها دخلت جوه مدينة سحرية، مدينة موجودة جوه الوعاء اللي شافته. بصوا، احنا حاولنا بكل الطرق إنها ترجع. دورت في كتب، سألت، بحثت، مفيش ولا حل. ومن يومها هي هنا، في زمن مش زمانها، وفي عالم ما فيهوش حد بيكلم لغتها. الفن بالنسبة لها مش شغل، الفن عشق. ولما شافت فننا وقعت في غرامه من أول نظرة. وفي الغردقة كسرت الدنيا. ومن النهاردة تيا جزء من فريق Culture Cafe، وإحنا هنعلمها ثقافتنا وفننا ورقصنا، وهنتعلم منها تراثنا وتاريخنا واحدة واحدة. بس محتاج رأيكم، نبدأ بإيه؟ التحطيب، اللي بالمناسبة فن عالمي مسجل في اليونسكو، ولا نبدأ بالبمبوتي والسمسمية، ولا نطلع اسكندرية ولا الصعيد ولا سينا؟ هنستناكم تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وتعزموا صحابكم يعيشوا معانا رحلتنا في كالتشرال كافيه أنا وتيا، ونعيش سوا مغامراتنا الجاية بشكل مختلف. استنونا في الحلقة الجاية.